استاد الاهلي او استاد فودافون. يا اخي ظهرت في الاونه الاخيره ناس، يعني هقول لك ايه، بس هو مش عاجبه العجب، يعني مش عاجبه ان حتى انت عملت استاد، بس انت ليه تسميه فودافون ما تسميه الاهلي؟ طب على فكره ارسنال كان قادر يسمي الملعب بتاعه ارسنال، برشلونه كان قادر يسمي الملعب بتاعها برشلونه، السيتي كان ممكن يسمي الملعب بتاعه مانشستر سيتي. في مين؟ بايرن ميونخ، العملاق البافاري، طبعا طبعا اقوى فريق في اوروبا في العالم، كان ممكن يسمي الملعب بتاعه اليانز ارينا، او ممكن نسميه 100 سميه، او ممكن نسميه على اسم الراجل اللي ورايا ده شفاينشتايجر، عادي خالص. طب هم ليه سموه يا حبيبي اليانز ارينا؟ اقوى شركه تامين في العالم، اكبر شركه تامين في العالم، فلوس بيزنس. ملعب الاتحاد، عقد يا باشا، فلوس. الامارات من 2006 ارسنال متعاقده مع شركه الطيران الاماراتي، بقالهم من 2006 لحد النهارده لسه احنا مكملين. برشلونه كانت في ازمه طحنه، كانت الدنيا في الخراب، عقد يا باشا مع سبوتيفاي اتنطر فوق، سموا الملعب بس سبوتيفاي. وموضوع الاهلي واستاد فودافون والكلام ده كله موضوع استثمار. انا دلوقتي قدامي حلين، في اوبشنين قدامي: اسمي الملعب الاهلي وما اخدش اي فلوس وادفع انا تكاليف الاستاد كله من جيبي، ماشي، او ان انا اسمي الملعب فودافون وهيجي لي مليار 350 مليون، ماشي، لمده 4 سنين. طب المليار 350 مليون دول يا حبيبي، ده ممكن يغطوا عقد الفرقه كامله لمده سنتين، ما تدفعش جنيه للعيب، فلوس جايه من بره. طب انت تفكر ان الملعب ده احنا هندفع فلوس وخلاص كده عملناه والدنيا تمام؟ لا، الملعب ده بتعمل له صيانه دوريه وتعديلات وحاجات وقصص كده. ارتباطك بس مع فودافون كده ده بيفتح لك باب لعقود رعايه تانيه كتيره. انا لما ابقى شركه ضخمه او شركه كبيره وعايز اعمل عقد مع الاهلي، بس خايف من الفكره دي في افريقيا وخايف التجربه ما تنجحش، فلاقي ان في الاهلي ارتبط بعقد مع فودافون والعقد ده كبير جدا واسم استاد ورعايه على التيشيرت والعقد نجح، هدخل مع الاهلي بقلب. فهيجي واحد يقول لك يا عم ده انتوا هتسموا الملعب فودافون، يا عم عليا النعمه، هو اقسم بالله لو لقى حد يعمل له ملعب ويسميه الاهلي، انا بكلمك على فريق تاني، ها، لو لقى حد يعمل له ملعب ويسميه الاهلي اقول لك يا عم ماشي، دول زمايلنا في الوطن والدنيا في البسكويت يعني، وانا بنحبهم وهم بيحبونا، والدنيا تمشي ومصالح وبتصب. طب اقول لك، هو لو لقى ربع المبلغ ده ويكتب كده بدل لفته نادي مش عارف ايه الالعاب الرياضيه، يخليها يغير اسم النادي بتاعه، خليه مثلا الاهلي لايتي كده او بتاعه، وياخد بس ربع المبلغ ده، هياخدهم ويفك ديونه ويفك دنيته ويظبط دنيته، يا عم عادي، يعني ايه المشكله لما يبقى اسمه ده؟ فان هو قاعد يجي يسخنك بقى، يقول لك اصل الاستاد انت هتسموه، طب ما يتسمى يا عم فودافون، طب ما ارسنال يابا مسميه الامارات، طب ما برشلونه مسميه سبوتيفاي، طب ما بايرن مسميه لينز ارينا، طب ما السيتي مسميه الاتحاد. انا بكلمك في كلاس ايه، فرقه كلاس ايه. انا يا باشا لما تجي لك مبلغ زي ده وتروح تجيب اللعيبه اللي انت عايزها، او تدي حقوق الفريق اللي انت عايزه، او تعمل عقد اللي انت عايزه اللاعب الفلاني رجل على رجل والدنيا حلوه، صيانه الملعب بتاعك كل سنه بيتجدد، وبتدخل لك التكاليف من بره، انت ما بتحطش حاجه في جيبك. هو ده اسمه البيزنس. انت دلوقتي انت عندك صندوق الاستثمار السعودي مسك انديه الدوري السعودي كده، طلعها فوق، خلاك انت عشان تجري وراهم انت عايز صاروخ. طب ما انت لازم تجاري الاحداث دي، ولازم تجاري الفرق الافريقيه اللي بدات تجيب لعيبه تقيله من البرازيل ومن اوروجواي من المكسيك، وبدانا نلف وبدانا نجيب لعيبه ارجنتينيين وكولومبيا ومش عارف ايه وبتاع، وبدات الفرق الافريقيه تدفع مبالغ في لعيبه زي دي. بكلمك على فرق زي بيراميدز، زي سان داونز، هتجاريهم ازاي؟ انت لازم يا حبيبي تجيب عقود رعايه من بره، وتكون العقود دي ضخمه علشان تعرف تجاري الدنيا دي كلها. طب ده ماسك واحد معاه شغال فلوس يا باشا، عبي هتلاقيها بنات مش فارقه مع حاجه، اما انت نادي شعبي في ناس بتحاسبك الفلوس دي جايه منين ورايحه منين وقصه. فلازم انت تكون بني ادم ذكي، ما تشغلش دماغك بيقول لك اصل انت عندك الملعب هتسميه كذا ومش هتسميه كذا، اعمل انت بربع الملعب، اما يا بابا انت ملعب خماسي وسميه بس على اسم فريقك ومالكش دعوه.